ازيكم؟ طبعا الفتره اللي فاتت حصلت طفره كبيره في مجال التشطيب، ولنا بند بيفرض نفسه علينا هو بند الجبسن بورد. كنت عملت فيديو قبل كده بيتكلم عن بند الجبسن بورد وانواعه، ادخل اتفرج عليه. الفيديو ده انا جاي اقول لك عن مراحل تشطيب بند الجبسن بورد بعد التركيب. يلا نبدا بالانترو. قبل ما اقول لك بقى الخطوات، انا سايب لك في اخر الفيديو صور تصميمات سقف الجبسن بورد، يبقى اتفرج عليها. تعالى بقى نبدا بخطوات التشطيب. اول حاجه وهي خطوه مهمه جدا ان انضف الجبسن بورد بتاعي من اي اتربه. تاني حاجه وان انا هبدا اعيد تاني على لحمات الجبسن بورد بالمعجون. اصلا المفروض ان صنايعي الجبسن بورد يكون مسلمك سكينتين معجون على لحمات الجبسن بورد. بعد كده هصنفر كويس جدا اللحمات اللي انا سحبتها بالمعجون. بعد كده هبدا ادهن الجبسن بورد بتاعي كله بالسيلر الحراري علشان اقفل مسامات الجبسن بورد كلها. واحسن نوع سيلر حراري موجود في السوق هو بتاع شركه يوتن، وده شكل الباستيلا بتاعته علشان تبقى عارف. بعد ما اتاكد ان هو ناشف خالص هبدا ادهن الجبسن بورد بتاعي بالسيلر المائي. بعد كده هبدا امعجن لحمات الجبسن بورد بتاعتي تاني. وبعد كده اسحب الجبسن بورد بتاعي كله بالمعجون واصنفره كويس جدا. اخر حاجه بعد ما اصنفر ادهن تاني بسيلر مائي، وكده هيكون الجبسن بورد بتاعي جاهز على التشطيب. علشان اخر حاجه خالص طبعا اعملها ان انا ادهن الجبسن بورد بتاعي بالبلاستيك. تعال بقى اقول لك على تركايه سريعه. واحسن لونين تستخدمهم في السقف من شركه يوتن هو السكايلايت والكود بتاعه 1624، واللون التاني هو الكلاسيك وايد والكود بتاعه 9918. وتعالى برضه اقول لك على تركايه تاني. تستخدم السكايلايت في السقف لما تكون هتدهن الحوائط بتاعتك بلون من درجات البيج، اما الكلاسيك وايت تستخدمه لما تكون هتدهن الحوائط بتاعتك بدرجه من درجات الرمادي. وبس كده يكون وصلنا لاخر الفيديو. انا عماد علي، انتيريور ديزاينر، وبعمل فيديوهات علشان افيدك. سلام.